تحية من الأعماق. تميزت الجلسة الأخيرة من النشاط الثقافي الإعلامي الذي نظمه معهد صروح بالقصيدة الشعرية الرقيقة التي ألقتها الشاعرة حكيمة الحضري. كما تميزت الجلسة بالكلمة التي ألقاها المحتفى به الزميل محمد بوهلال، والتي شكر فيها كافة أعضاء معهد صروح على هذه الالتفاتة الكريمة التي ستظل راسخة في ذهنه مدى الحياة. وفي ختام كلمته دعا المسؤولين بالمجالس البلدية والوزارة الوصية إلى دعم كل الجمعيات الثقافية الجادة، لأنها تساهم في التوعية الثقافية والاجتماعية. لن أطيل عليكم وأترككم مع وقائع هذه الجلسة، وإلى هنا أتمنى لكم أياما سعيدة، ودمتم في رعاية الله. ولا تنسوا الانخراط في قناتنا، لأن ذلك دعم للصحافة الجادة. إلى اللقاء في عمل آخر وفي حلقة من حلقاتنا الثقافية والإعلامية إن شاء الله. محتفى بالأستاذ محمد بوهلال. شكرا من الأعماق لأعضاء مكتب معهد صروح ورئيسته الشاعرة الرقيقة الأستاذة نبيلة حماد على هذه الالتفاتة الكريمة، حيث غمرتني سعادة لا أستطيع وصفها وستظل راسخة في ذاكرتي ما دمت حيا. أيها الحضور الكريم، لقد سبق لي أن كرمت عدة مرات من طرف مؤسسات إعلامية وثقافية، غير أن هذا التكريم له طعم خاص، ذلك أنني أتواجد في رياض الشعر والإبداع تحف بي باقات من شاعرات فاس المبدعات الرقيقات، ومن الشعراء الأبدال في طليعتهم الأستاذ عبد الكريم الوزني شاعر فاس. أيها الأصدقاء والصديقات، لقد واكبت أنشطة معهد صروح منذ تأسيسه. لقد عقدتم لقاءات شعرية وندوات علمية شاعت في ربوع المغرب، حيث أصبح معهد صروح منارة إشعاع أدبي وطنيا وعربيا. وقد بذلتم جهودا مضنية من أجل ذلك، حيث أقيمت كل الأنشطة على نفقة أعضاء مكتبكم، وهذا شيء لا يعرفه الكثير، وقد يرهق هذا العمل المضني أعضاء مكتبكم الغيور على الثقافة في مدينتنا. وبالمناسبة فإننا ندعو المنتخبين بجماعة فاس ومجلس الجهة بإحداث بند خاص بالثقافة لدعم الجمعيات الجادة حتى تظل فاس العاصمة الروحية والثقافية للمملكة. أيها الحضور الكريم، لا يسعني إلا أن أجدد شكري وامتناني لمعهد صروح بكل مكوناته، وأستغل هذه المناسبة لأشكر الصديق الأعز الكاتب المتألق الأستاذ عبد السلام الزوالي على جهوده الجبارة لإحياء جدوى الإعلام والثقافة، وليس ذلك بغريب عنه، فهو مؤسس جائزة فاس للثقافة والإعلام الذي كان مكسبه سوق عكاظ عندما كان مندوبا لوزارة الإعلام بفاس.
حيث كان الصحفيون والمثقفون والسياسيون يجتمعون في مكتبه كل مساء لاكتشاف القهوة الزغوالية ولمناقشة موضوع سياسي أو ثقافي أو غير ذلك من المواضيع. لقد قرر العمل في صحرائنا المغربية لسد الطريق أمام أشباه الصحفيين الأوروبيين الذين كانوا يسيئون للمغرب، واستطاع أن يركز إعلاما جادا في مدينة العيون. ثم بعد ذلك قضى مدة في العراق وعاد إلى مدينة فاس بنفس الحماس وبنفس الجدية وبنفس النشاط الذي عاهدناه فيه من أجل الثقافة والإعلام، فشكرا له من الأعماق. ختاما، أتمنى لمعهد صروح الاستمرار في أنشطته المتنوعة مساهما في إشعاع الثقافة، كما أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة المتدخلين على طيب كلماتهم وتدخلاتهم التي أسعدتني كثيرا. وتحية من الأعماق للحاضرين على تتبع هذا النشاط الثقافي الهام. طال الله عمرك اسمع. هناك كلمة قصيرة جدا عبارة عن أبيات شعرية تلقيها من إنتاجها طبعا الأستاذة حكيمة الحضري عضو مؤسسة صروح للثقافة والإبداع. مساء المحبة على قلوب الحاضرين. كلماتي تحمل تقديرا لشخصية أضاءت الإعلام وحركت المشاعر والأفكار، فجاءت عبارتي ملامسة للأثر، فسلام على من قال صدقا. سلام على من قال صدقا، سلام على قلم إذا خط أنصفا، وإن ساغ خبرا زانه الصدق والصفا. محمد بهلان. وفي الحرف همة تضيء الدجى فكرا وتخجل من جفا. إذا اعتل معنى الصدق قام مقوما، وأمسى على درب الحقيقة منصفا. من فاس أتى والعلم في صوته ندى، وفي نبرات الحرف تاريخها شرفا. إعلامي لا يشتري المجد زائفا، ولا يبتغي إلا الرسالة والهدف. سليل بيان لا يداهن باطلا، ولا يجعل الأهواء للقول مرفعا. له في ضمير الناس وقع ثقة، وفي كل درب يترك الأثر النقي والصفا. فطوبى فطوبى لقلم ظل حرا نزيها، وطوبى لبهلال صدقا ومعرفة. الله عليك. شكرا. وصلنا للحظة ديال التكريم الشامل على تسليم درع المؤسسة للأستاذ محمد بوهلال. بيحمل